قمة الأليانز أرينا انتهت بسلام، ما شفناش أشجار ميونخ حرقت ولا طيارة الريال طافت الحريق، وعلى مستوى النتيجة تقدر تقول محدش طلع خسران ببساطة، لأن بايرن مش البايرن، والريال لما تعزف موسيقى الأبطال في البرنابيو ما يقدرش عليها غير ربنا. ده كان الموجز. إنما لو هنتكلم عن الفرقتين داخل الملعب يبقى لازم نرفع القبعة ونقول شكرا بجد، خصوصا للبايرن اللي مش في أفضل أيامه الموسم ده لدرجة إنه خسر البوندسليجا بعد عقد كامل، ويقدم النهارده ماتش بمستوى عالي زي ده. بس مش غريب على فريق بحجم وهيبة البافاري، عنده 6 بطولات دوري ابطال اوروبا مقويين قلبه. اما ريال مدريد بقى فما فيش كلام اصلا يتقال عنه، ده هو ده ملك البطوله شخصيا. وزي ما انت عارف لسه في باقي ماتش اياب في البرنابيو، ومقوله خينتو 90 دقيقه في البرنابيو طويله جدا مش محتاجه حد يذكر بيها. ويبقى السؤال، هل يا ترى هاري كين هيغير النظره اللي تقول انه منحوس ويعبر بفرقته للنهائي علشان يحقق اول لقب في مسيرته، ولا فينيسيوس ياكد افضليته من جديد؟ قول لنا رايك بقى في الكومنتات.